السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا الخوت قبل ما نبداو، الله يرحم الشهداء بمدينة أسفي، الله يصبر عائلاتهم، قدر الله ما شاء فعل. بحال هاد الكوارث الطبيعية لا في المغرب ولا في العالم كامل آخرها صبليون، ما كنقدروش أننا نتحكموا فيهم باش أننا نتفاداو هاد المآسي ونعتقوا الناس اللي كنبغيو. فالناس عياو ما يطوروا، عياو ما يخترعوا أدوات تكنولوجية، عياو ما يتنبؤوا بزلازل وفيضانات، ومع ذلك إن الله على كل شيء قادر. فمن الناس اللي بقاو فيا بزاف هو على ما سمعت واحد الانسان كيعاود واحد الشخص على شي ذهبيه ماتوا في المحلات ديالهم. يعني دوك الناس عندهم محلات ديال الذهب، شي 8 الناس على ما كنظن ولا 7 على ما سمعت. ملي كان جاي داك الفيضان على ما فهمت انهم سدوا عليهم في الكراج لداخل وهبطوا الريدو، يعني خافوا يوقع داك الفيضان ويتشفر لهم الذهب ديالهم، فبقاو في الكراج وسدوا عليهم. فهاد الموجه هذه الخوت صعيبه بزاف، حيت في 2016 2015 بحال هكا كنت عشت نفس القضيه 3 مرات. كنت غرقت جوج المرات في لوسيو، وغرقت مره في السعيديه. فغيبت بقوه ما خنقني الماء وغيبت. يعني داك الاحساس اللي عاشو قبل الموت، عرفت داك الاحساس كيفاش داير، احساس صعيب خايب. فرجعت بيا الوقت وحسيت بنفس الاحساس اللي حسوا به هاد الشهداء، فالله يرحمهم ويصبر عائلاتهم. فغادي ندوزو للماتش بواحد الطعم حزين صراحه، حيت الفرحه ما كملاتش. كان كيتماركا البيت، كنتهزو ملي كنتهزو كنتفكروا خوتنا، كنعاودوا نجلسوا للارض كنتكالماو. فحضيو راسكم بعدا الخوت هاد الايام هادي، وبالاخص الناس اللي ساكنين في مناطق كان ديجا داز منهم الواد. حيت دابا الواد راه واخا دوز 120 عام 150 عام 200 عام كيعاود يرجع من نفس بلاصتو. هذا هو الاشكال اللي كاين، هو انه كيرجع من نفس البلاصه اللي كان كيدوز منها سنين هذه. دابا المشكله هو انه كاينين شي بلايص داروا فيهم مجمعات سكنيه، داروا فيهم اسواق تجاريه، والناس راه دابا عايشه 70 عام 80 عام ما واقع والو. ولكن راه الواد راه في واحد الوقت راه كان كيدوز من ديك البلاصه. وهذا الشيء اللي نيت اللي وقع في مدينه اسفي، هو ان ديك البلاصه راه كان ديجا سنين هذه كان كيدوز منها الواد. فحضروا راسكم الخوت والله يرحمهم، وبالنسبه للناس اللي تاذى والله يشافيهم والله يطول في عمرهم.